يلا بينا النهاردة نحضر وصفة غدا سوا. وصفة سهلة حلوة قوي وطعمها جميل. هنعمل النهاردة معاكم الرز بالشبت. وهنعمل الفراخ بتتبيلة صوص الليمون والزعتر. بجد الوصفتين حلوين جدا مع بعض، ويتاكلوا كده وريحتهم تجنن. يلا بينا نشوف الوصفة الحلوة دي هنعملها ازاي ونحضرها سوا، وكمان عشان ننجز في الوقت. لو مش عارفاني، انا اسمي رنا، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير. تعالوا نشوف هنعمل الرز الحلو المفلفل ده ازاي، وكمان تتبيلة الفراخ. نقول بسم الله. انا عندي هنا اول حاجة، عندي صدرين بالظبط من الفراخ، مقطعاهم زي مكعبات، زي تقطيعات كده الشيش طاووق. تمام. وعندي زبدية. الاول هنقول التتبيلة. عندي زبدية، وعندي معلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من الزيت، معلقتين كبيرة من الزيت، عصير 3 ليمونات. البهارات بقى، عندي معلقة كبيرة من الزعتر لان اساس الوصفة زعتر، معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من البصل البودر والثوم البودر. عندي للرز بقى، عندي شبت الكمية اللي انت عايزاها، وعندي بصلة كبيرة مفرومة ناعم، وعندي كوبايتين من الرز البسمتي مغسول ومنقوع ومتصفي لمدة نص ساعة. البهارات، معلقة من الملح، وورق لورا، ومكعب مرقة. اول حاجة هنعملها دلوقتي وهي تتبيلة الفراخ. هبتدي انزل بالفراخ بالشكل ده، وهنزل عليها بعلبة الزبادي. بسم الله. هحط بقى الزيت والخل وعصير الليمون. تمام. وكل البهارات اللي عندي. معلقة كبيرة من الزعتر. انا كان نفسي بصراحة استخدم الزعتر الفريش، بس ما كانش متاح عندي وقتها، فاستخدمت البودر. ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من البصل البودر والثوم البودر. نحاول نخلي الفراخ في التتبيلة دي على الأقل ساعتين، ويا سلام لو سبتيها ليلة كاملة في التلاجة. تمام. هقلب كويس جدا كل المكونات مع بعض. اهو. طبعا الزبادي هيديها طراوة، وعصير الليمون حلو قوي. عصير الليمون 3 ليمونات كبار او 4، علشان تديها مزة كده حلوة. 4 ليمونات كبار، يعني تقريبا تحس ان هي مدياكي زي ربع كوباية من عصير الليمون. تمام. هسيب التتبيلة. نيجي بقى نعمل الرز معانا. جبت حلة كده وحطيت فيها معلقتين كبار من الزيت، وهنزل فيها بسم الله بالبصل المفرومة بتاعتي. هقلب كويس جدا لغاية ما احس ان البصلة دبلت معايا وادتني شوية اللون الذهبي. هنا خلاص، بعد ما البصلة ادتني اللون الذهبي، هبتدي انزل عليها دلوقتي بالشبت. طبعا انا جايبة الشبت ومقطعاه مفروم ناعم جدا من غير العيدان بتاعته. تمام. ولو انتي حابة تزودي الكمية مفيش مشكلة، الشبت كان حلو قوي ومديه للرز طعم وريحة جميلة قوي. هفضل اقلب كويس جدا كده لغاية ما الشبت يدبل معايا خالص. تمام. اول ما تحسي ان خلاص بدأت الشبت ينشف شوية والزيت بدأ يختفي، هبتدي انزل عليه. بصوا هنا خلاص، هبتدي انزل عليه بمكعب المرقة. هفرمه ناعم. نزلت بمكعب المرقة. هنزل بقى دلوقتي بالرز. انا عندي هنا كوبايتين من الرز. كوبايتين من الرز البسمتي بياخد 4 كوبايات من المية المغلية.
تقليب كده. هنزل بقى عليه دلوقتي بمكعب من المرقة والورق اللورا ومعلقة كبيرة من الملح. زي الفل. وهبتدي انزل عليه دلوقتي بالمية المغلية. كوبايتين من الرز البسمتي واخدين 4 كوبايات من المية المغلية. هسيبها على النار. اول ما المية عندي تغلي هبتدي وتتشرب معايا، تغلي ويبتدي الرز يتشرب، هبتدي اوطي عليه خالص واسيبه يستوي على نار هاديه. تاني حاجه جبت طاسه سخنتها قوي على النار بالشكل ده، وهبتدي انزل فيها بالفراخ وكاني بعمل صدمه. عارفين اللي هو صوت التش؟ هو ده اللي انا كان بيحصل معايا دلوقتي. هنا بقى انا نزلت الفراخ وهسيبها ومش هقلب فيها كتير عشان ما تنزلش ميتها واستفاد انا بالتتبيله بتاعتي. هنا بعد ما بدأت تغلي هبتدي اقلبها كويس. ريحتها كانت حلوة قوي. تمام. هنا بقى في الخطوة الجاية انا كان عندي فلفل الوان اختياري بصراحة، وما كانش عندي في الوصفة، بس انا نزلته مع الفراخ. حسيت انه هيديني طعم احلى، وفعلا ده اللي حصل. لو مش متاح خلاص مش مشكلة، لكن انا كان متاح ونزلته. طبعا الفلفل الالوان مع التتبيلة ومع الفراخ كان مديلها طعم حلو قوي. هسيبها بقى كده تستوي مع بعض لغاية ما احس ان الفلفل دبل معايا خالص، وبعدين نشيلها من على النار. هنا بقى بالرز استوى ومفلفل وكانت ريحته تحفة. بصوا بجد الرز كان حلو قوي قوي. زي الفل. حابة بقى تقدمي الفراخ مع الرز مفيش مشكلة، حابة تقدمي كل حاجة لوحدها برضو مفيش مشكلة، بس بجد الاتنين لايقين مع بعض قوي. الرز مش معجن، الرز مفلفل وطعمه حلو وريحته حلوة قوي. كده احنا خلصنا الرز. تعالوا نشوف بقى الفراخ. هنا بعد ما الفراخ خلاص اتشربت خالص من كل السوائل اللي فيها والفلفل دبل معايا اهو، ما بقاش فيها اي حاجة، وبالرغم من كده جوسي جدا ومش ناشفة معايا اهو، طرية قوي وباينة ان هي مش ناشفة، والتتبيلة بتاعتها مخليها طرية قوي.